أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. سيأتي إن شاء الله في الكلام على الصورة. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أحبتي في الله، ومع سورة العصر، وسورة العصر من السور العظيمة والسور الكريمة الجامعة المانعة الباردة، ولهذا هذه السورة من اللطائف والموافقات أن أقصر سورة في القرآن تتكون من 3 آيات. أقصر سورة في القرآن تتكون من 3 آيات، وأقصر سور القرآن 3 سور، فسورة العصر وسورة الكوثر وسورة النصر 3 سور، وأقصر آية 3 آيات. وهذه السورة العظيمة جاء عند الطبراني بسند حسنه بعضهم كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعوا لم يتفرق أحدهم عن الآخر حتى يقرأ عليه سورة العصر لأجل التذكرة والعظة والعبرة. يقول فيها الإمام أبو عبد الله الشافعي محمد بن إسماعيل رحمه الله، يقول لو فكر الناس بهذه السورة لوسعتهم، وقال لو فكر الناس بهذه السورة لكفتهم، وقال في لفظ عنه لو تأمل الناس، وقال في لفظ عنه الناس في غفلة عن هذه السورة، وقال لو كان ولما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ومعنى كلامه رحمه الله بهذه العبارات منه رحمه الله أن الحجة تقوم على الإنسان بهذه السورة، لأنها جمعت كمال الإنسان بنفسه ويكمل غيره، وجمعت أوصاف السعادة ومن أوصاف الشقاوة، فهي فيها الإيمان والعمل والتوبة والدعوة والصبر، فجمعت خير الدنيا والآخرة. فلهذا لو ما أنزل الله حجة إلا هذه السورة لكانت كافية في إقامة الحجة عليهم، ولهذا يؤيد كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول هو كما قال. فربنا عز وجل استفتح هذه السورة بقوله والعصر، والواو هنا حرف قسم لأن حروف القسم 3، الواو والتاء والباء، فهنا والعصر قسم، وحرف جر لأنها جرت ما بعدها. فالله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولهذا أقسم في القرآن في أشياء كثيرة، والطور والنجم والليل إذا يغشى. وسورة جمعت 11 قسم، سورة من القرآن جمعت 11 قسم، وهي سورة الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها إلى آخر السورة، جمعت 11 قسم. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، فالملك ملكه والعبد عبده والخلق خلقه. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل، فلا يقول والنبي والأمانة وذمتي وعرضي وشرفي وابني وناقتي وأبي وأمي أو غير ذلك من الأقسام الدارجة على الألسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا من حلف بغير الله فلا يخرج من قسمين أو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون عمله هذا شرك أكبر، وهو أن يعظم المحلوق كتعظيمه لله عز وجل. ولهذا تقول له احلف بالبدوي، يقول لا ما احلف بالبدوي ولا بالسيدة ولا بزينب ولا بالحسين ولا كذا، لأنه عظم هذا المحلوق وهذا المخلوق كتعظيمه لله، هذا شرك أكبر. أما إذا كان يجري على الألسنة والأمانة وذمتي والنبي وأمي ونحو ذلك فهذا شرك أصغر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، كما جاء ذلك في البخاري. فالمقصود أن هنا ربنا عز وجل أقسم إذا قال العصر والدهر. الله أقسم بالدهر كله، وأقسم بأجزاء منه، والضحى والليل إذا يغشى الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. أقسم بأجزاء من الوقت، وأقسم بالوقت كله قال والعصر. لماذا؟ لأن العظيم لا يقسم إلا بأمر عظيم وبشيء عظيم، فالدهر هو قيمة الإنسان. ولهذا إذا أردت أن تعرف حياتك انظر إلى وقتك، والوقت مثل الإناء، إن وضعت فيه خيرا وجدته وإن وضعت فيه شرا وجدته. فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الوقت أحبتي بالله من أعظم الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يعنى بها، ولهذا ربنا عز وجل جعل الوقت عبرة وعظة للإنسان يستعد فيها لأخرى، وهو الذي جعل الليل والنهار خليفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، بل أقام الحجة على العباد بهذا الوقت. أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. في البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 أو 70، وعند الترمذي أعمار أمتي ما بين 60 أو 70. ولهذا هذا الوقت الذي تعيشه سوف تسأل عنه، كما عند الترمذي الإنسان سوف يسأل عن 4 ومنها وعن عمره فيما أفناه. سوف نسأل عن أعمالنا وعن أوقاتنا، لأن الله سخر لنا الليل والنهار، وهو الذي سخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار لأجل أن نملأها بالعبادة والطاعة. يقول عمر بن عبد العزيز الليل والنهار يعملان في فعما فيهما، الليل والنهار يعملان في فعما فيهما. فلهذا أحبتي بالله يعني دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني أحلام نوم أو ظل زائر إن اللبيب بمثلها لا يخدع. الإنسان عمره لو عاش 100 سنة فكأنما دخل من باب وخرج من باب، كأنه سلم شعره من العجين، يعني كلا شيء. فإذا أحبتي بالله من وضع خيرا يجده ومن وضع شرا يجده، نعوذ بالله من ذلك. ولاحظ قول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عامل بعيد. يا ليتني ما عرفت ويا ليتني ما جلست ويا ليتني ما عملت ويا ليتني ما ضحكت ويا ليتني ولكن هيهات. يوم ينظر الإنسان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة هذه حياة مؤقتة، لكن الحياة الحقيقية في الآخرة قدمت لحياتي، يعني هناك حياة أخرى أبدية سرمدية، الحياة الآخرة. ولهذا أحبتي في الله الحياة الآخرة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة نادى منادي إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. فلهذا الوقت أحبتي في الله ينبغي أن يعنى به، نهتم يوميا ننظر برنامج ماذا قرأت، ماذا عملت، قرأت بوالديك، صلة رحم، صدقة، إحسان، ابتسام، مساعدة للآخرين، قضاء حاجة مثلا، حسن الخلق إلى آخره. أبواب الخير كثيرة ولله الحمد. ولهذا من جميل تراجم النووي يقول باب كثرة طرق الخير. طرق الخير ما لا حصر لها ولا عد، ولكن الهالك والمحروم الذي يحرم الخير، وإلا أبواب الخير كثيرة. فانظر إلى برنامجك اليومي ماذا أودعته، يعني كما أنك تنظر إلى رصيدك وإلى متى يأتي يوم 25 نجد سرورا بالهلال إذا بدا وما هو إلا السيف للحد ينتظر، إذا قيل أتم الشهر فهو كناية وترجمة عن عمر قد انقضى. ولهذا لما قيل لبعض السلف قف أكلمك قال أوقف الشمس، وش السر في هذا؟ السر أن الشمس إذا كانت ما تقف فالعمر ما يقف. فإذا أنت لو أوقفت أوقف الأنفاس وأحدثك ما شئت، لكن طالما أن النفس ماشي واليوم ماشي فكما أن الشمس لن تقف فالعمر كذلك لن يقف. فقد أوقف الشمس حتى أقف أحدثه. أتدرون أن بعض السلف من المبالغة في المحافظة على الأوقات أنهم كانوا يعدون ليس يعني كتاباتهم عباراتهم كلمات يعدونها من الجمعة إلى الجمعة، كم تكلم من كلمة، كم عمل من عمل. ولهذا يأتي ابن وزير المظفر يوصي ابن الجوزي هذا غاية في حفظ الوقت. ولهذا يعني يقول ما أسمح لنفس يخرج مني بدون فائدة. كان يعد بري الأقلام وتعديل الأوراق وتصليح الأشياء. متى تظنون هذا؟ إذا جاءوا إخوان يسلمون عليه في الله وبالله يجلسون في المجلس وهو يرتب الأوراق والكتاب الفلاني وبري الأقلام ويستعد لما إذا خرجوا حتى يسرع في العمل، في العمل. يقول له ابن المظفر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه والسلام عليك يا ضيف. وليس عجيبا شيخنا علي آدم الموجود الآن في مكة حفظه الله يتجاوز 70 شرح مسلم 47 مجلد انتهى منه. سألته قبل أيام قلت ما شاء الله انتهى مشروعي. وتعرف بعض الناس يقول انتهى مشروعي أخذ استجمام من الوقت وأخذ راحة إما ترم أو شهر أو شهرين. قلت ماذا يعني النية في العمر القادم أو في الزمن القادم؟
قال الآن أنا شرحت 1000 حديث من الترمذي، شرحت 1000 حديث من الترمذي، ما في نفس. حتى يعني مرة أصحابه يقولون له يعني تلاميذه ليش تحقق درس بعيدا يعني حيك هذا ما في أحد من الطلبة. قال لا، ذهاب نص ساعة ورجوع نص ساعة، هذه كل يوم ساعة تأخذ مني وقت، ولهذا أنا طلبت منه أن أجلس معه فترة وأبى. قال ما عندي شغل، ما عندي وقت أقول هذا، ما عندي وقت، أنا عندي الكمبيوتر ما أشتغل. فلهذا شرح النسائي 40 مجلد، ومسلم 47 مجلد، والترمذي 30 مجلد أعمال. فالوقت يا أخي الحبيب ثمين جدا، فكل يوم ازرع فيه شيء، ازرع فيه خير، اعمل فيه خير، صلي لله ركعتين، تصدق باليوم واحد، اعمل سجده، ركعه بالوالدين، احسان، صله رحم، كل يوم لا يضيع عليك الا ايش؟ وانت استعدت او عملت فيه. ولهذا ربنا عز وجل هو العصر يعني هو الوقت. لماذا اقسم الله به؟ لانه في زمن الارباح للرابحين وزمن الشقاء للمعرضين، نسال الله السلامه والعافيه. وانظر الان، حسب عمرك ماذا من 20 30 40 50، ماذا اودعت هذه الايام؟ ماذا اودعت؟ ان كانت الحمد لله خير وان شاء الله انها على خير، فعند الصباح يحمد القوم الصباح، ان كانت غير ذلك فالحمد لله. لو الانسان يبقى على عمره نفس واحد ويقول سبحان الله يزيد وحوج ما كان يدري، لركعتان يقول بعض السلف لصاحب هذا القبر خير من الدنيا وما فيها، وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فأحبتي في الله، الوقت ينبغي أن يعنى به. ولهذا يعني الوقت هو عمر. إذا أردت أن تسأل عن حياتك ومدى حياتك وصحتها واستقامتها، انظر إلى وقتك الحالي. والإنسان يضيع الأيام وتذهب سبهلة، وخصوصا في زمننا هذا نقول والله ذهبت الأعمار، المال ما في بركة، الولد ما في بركة، العمر ما في بركة. لا، في بركة، موجودة البركة، لكن لمن استغل البركة. البركة موجودة حتى تقوم الساعة، لكن لمن استغل البركة. وقد جاءنا الزمان خصوصا في زمننا يذهب سريعا، ولهذا في آخر الزمان يتقارب الزمان. وقد جاء عند الترمذي يقول السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالحلقة الساعة من النار. أمس أنت تدخل 1335، واليوم شوف في الشهر الثالث. لو الإنسان ختم في شهر محرم ختمه، وصفر ختمه، والآن في الختمة الثالثة له في كل ختمة 3 ملايين حسنة. كان الآن في رصيده 6 ملايين حسنة، 6 ملايين حسنة، ويشرع الآن في البقية. يعني 6 ملايين حسنة هي بسيطة أو هي سهلة، ويحتاج منك إلى 20 دقيقة يوميا بس، 20 دقيقة. يعني بعض الناس إذا حدثوا على الوقت يظن ليش لا تتفرغ وتترك العمل، ولا لا أنت بين أولادك، في عملك، في تجارة. أهم شيء أنك تجعل نفسك بأن حياتك قيمتها في استغلالها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. سيأتي إن شاء الله.